إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة إبراهيم الطوخي، ربنا يرحمه رحمة واسعة يا رب العالمين، ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. الموت يا جماعة بيأتي فجأة، الموت بيأتي لحظة، مش عشان انت كبير أو صغير. الموت مش هيجي لك، لا، الموت يا جماعة والله ما بيفرق، والله ما بيفرق. ممكن يجي لك وانت 5 سنين، 10 سنين، 15، شاب، راجل كبير. الموت يا جماعة مش مكتوب على باب القبر للقبار فقط، الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل. عايزين ناخد يا جماعة عظة وعبرة. ابراهيم الطوخي انتوا عارفينه كان يحب يهزر ويضحك، ولسه شاب صغير مش كبير. فجأة واحدة توفى، فجأة واحدة مات، ربنا يرحمه رحمة واسعة. احنا لازم ناخد عظة لأنفسنا، نعرف ان ممكن ان احنا نموت في اي لحظة. ممكن في لحظة ننزل القبر حاطين املنا في الدنيا، لا ده انا مش هموت دلوقتي، لا ده أنا قدامي عمر كبير، لكن ممكن تموت في اي لحظة. يبقى تقابل ربنا على طاعة. لو انت مش تايب، توب الى الله عز وجل. لو انت بعيد، قرب من ربنا. لو انت ما بتصليش، صلي، لان والله هتنزل القبر هتتمنى ان انت ترجع للدنيا فتسبح تسبيحة او تسجد سجدة لله عز وجل، تكون لك خير من الدنيا وما فيها. فانت دلوقتي في ايدك الفرصة، واحنا كمان في رمضان، فخلاص في اخر ايام. يا جماعة الشباب البنات، توبوا الى الله عز وجل، عودوا الى الله عز وجل. الناس اللي غرهم الدنيا، توبوا الى الله عز وجل، عودوا الى الله عز وجل. ممكن في لحظة ننزل القبر، والله العظيم. قال الله عز وجل: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فانت دلوقتي ربنا مديك الصحة والعافية، فاوعى يجي لك اللحظة اللي انت نفسك تتوب وتعود، لكن خلاص هتموت. فدي رسالة للشباب ورسالة للبنات: استعد للموت، استعد لهذه اللحظة. واعلموا يا جماعة، اللي بينزل القبر ما بينفعوش إلا حاجة واحدة بس: العمل الصالح. ربنا يا رب يرحم إبراهيم الطوخي، ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.